من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وان الخير من اتباع احسن والشر كل شر من اتباع من خلق ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وما لم يكن يومئذ دينا فليس له بديلا لا زال حديثنا موصولا حول معاني ايات الله تبارك وتعالى من سوره الكهف تلك السوره التي ضرب الله تعالى فيها من الامثال ما يبتعد به ويعتبر كل ذي لطف وكل ذي قلب فاهم لكنها فضائل اهل الطغيان واهل التكذيب واهل المراوغه والمجادله بالباطل لم يتبعوا لذلك فكانوا اكثر شيء جدلا الى وصلنا الى قوله تبارك وتعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا حجه باطله مبتلى لا تتفق عقل الانسان المطلوب انه جاءك الحق وعرض عليك الهدى ان تقبله فان وجدت في ذلك صعوبه فارفع يد الابتلاء الى الله
إذا عرض عليها مسائل وإذا لم تفهم فاسأل الله بذلك. لا تقول لا أعلم حتى أفهم ولا أفهم حتى أعقل، فدرس القدر عندك أن هذا هو الحق وأن هذا كلام الله وأن هذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقل سمعا وطاعة لا تتردد، لا تنتظر أن يأتيك العذاب ثم تؤمن أو تنتظر حتى تروح في الأرض آية من آيات الله تقول لك لا بد لك أن تؤمن، أو تنتظر أن يترك الناس جميعا طريق الهداية ثم تهتدي معه. هذا مصدر غير صحيح، لأنه معلوم أن أهل الحق قلة عبر الزمان جميعا. أهل الحق قلة، وأهل الكفر وأهل الضلال وأهل الشرك وأهل العناد وأهل الخوف وأهل الحرام كثرة، وينقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعليك بالله الحق ولا تستوحش من قلة التأكيد. ما تقولش ده من الذي اتبع هذا فلان وفلان وفلان أوامر الخوف فلان وفلان وفلان 5%. الحق أبدا، فاتباعك الحق لأنه حق لا لأن فلان اتبع وفلان اتبع. لابد أن تعقل هذا. إن الناس منذ القديم منذ بعثه أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه السلام وهم على هذا المنوال، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يأتيهم الهدى فينتهوا عن الإيمان. ماذا سنقول إذا ما جاء أعداء الاستئصال كما جاء الأوائل سنقول اهدنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، وهكذا التكذيب لا يؤمنه حتى يروا عذاب الكريم. إذا نفذ إنه الحياة عند ذلك أصبحوا أي الضياع أو عليهم عذاب القيامة يقولون يا ليتنا نراد ولا نكذب بآيات ربنا، وكل هذا لا ينفع. وللأسف استشرت هذه أو هذا المرض إلى كثير ممن يدعون الإيمان والإسلام، فيصل في ضلاله وفي غيه وفي تكذيبه وفي توفره حتى ينزل به البلاء في نفسه في ولده في ماله. عند ذلك يقول أتوب، فمن يرفع عنه البلاء أو يخفف عنه ويعود مرة أخرى إلى بلاء عليه. وهناك إذا نزل فيه البلاء يقول اشمعنى مولانا وفلان بيحكي اشمعنى أنا ولا المسكين نضعف على حتى عنه الثلاثة أو أنه ينتهي النوم لينبهه ويخوفه حتى يعود ويرجعه إلى الله تعالى. لابد أن نقرأ القرآن ولا نقرأه. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب كبرى عيان متنازعا متلاحقا
يأتيهم الهلاك. لا، أيها المسلم انتبه، فإن الله يؤمن ولا يهمل، وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولا يحب، ويعطي الدين لمن أحب. وإن الله تعالى لا يهمل، وإن الله تبارك وتعالى لا يحقق أمام العباد، ليس بآمنه ولا نبيه بالله من يعمل سوءا يسلم ولا يجد له من الله وليا ولا رسولا. رابعا، وصل نفسك لماذا إلى الآن أنا لم أنظر على دين الله ولا أحيان بكتاب الله ورحمة رسوله؟ لماذا أنا إلى الآن أحتاج له في الصلوات الخمس؟ لماذا أنا إلى الآن ما أصلي الصلوات الخمس في الجماعة؟ لماذا أنا إلى الآن أكاد أكذب بآيات القرآن كلما سمعت آية لا تأتي عن هواها؟ لماذا أنا إلى الآن لو أكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة؟ لماذا إلى الآن أسكت عن أمر أبنائي بالمعروف وأنهاهم عن المنكر؟ لماذا أنا إلى الآن أراضي متقبلة؟ لماذا أنا إلى الآن أصلح بالاختراع رجال ونساء في محيط عملي الذي أنا رئيس فيه بلا حاجة وبلا ضرورة ولا ضرورة؟ لماذا أنا إلى الآن أصلح بالاختراع ذلك ولا أكلم بحرمة ذلك؟ لماذا لا تسأل نفسك؟ راجع نفسك. إياك أن تظن أنه سيأتيك مكين من السماء مخصوص لك. إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وحفظه كل أمره وسيحفظه تأتيه الساعة وحفظ السنة حتى وصلت إلى قيام الساعة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن من آمن واهتم السنة وسبق كبيرة وكانت المقدمة فهو الذي سيصيبه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أما الذي ينتظر النور وينتظر الآيات وينتظر أن يؤمن الناس جميعا وينتظر أن يؤمن الناس جميعا أمام عينيه في دين الله وآياته، فهذا ما أظنه يؤمن وما أظنه يصل إلى البلاد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هناك معنى آخر، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي يستمروا على ما كان عليه الأوائل من العناد والتكذيب، لا يجوز الأوائل ويعملوا حديث الله. ليس ننظر في الحضارات السابقة فنأخذ منها الخير وندع الشر. للأسف عادة الناس أن ينظروا إلى السابقين وإلى الأوائل إلى الأباء وإلى الأجداد فيأخذوا ما كانوا عليه من الضلال ويتركوا ما كانوا عليه من الهدى. كذلك أهل الذين من قبلهم بالرسول إلا كانوا ساحرون أو مجنون أو وصلوا بل هم قالوا وكأنه قد أقيم مختبر عالمي جمع الأوائل والأواخر. وكانت مقررات هذا المؤتمر أنه ما من رسول الله ولا نبي يأتي إلا وجه بهذه الكبر: ساحر، كذاب، مجنون، كاهن،
هي الليسته الطويله العريضه المعده سابقا من الاتهامات. اتوصى به اي كانه وصى بعضهم بعض، على الرغم ان الاوائل لم يفرقوا. انا اتخيل كنت اتخيل ان اتعمل مؤتمر عالمي جمع الناس في بلاد نوح عليه السلام الى الساعه، وكان مقررات المؤتمر يا جماعه اي رسول ياتي واي نبي ياتي قولوا له كده: ساحر، كذاب، مجنون، كاهن، شاعر، ارهابي، متطرف، سلسله طويله عريضه من الاتهامات. أتواصوا به؟ لا، الحقيقة أنهم لم يوصي بعضهم بعضا، إنما الطغيان والتكذيب وعدم قبول الحق والتعالي والظلم هو الذي أدى الناس إلى هذا، لأن المعاصي يجر بعضها بعضا. لأجل هذا وأحذر نفسي قبل إياك والقلوب، بل إياك ومحقرات القلوب، فإن كانت تجتمع على العبد فتهلكه يوم القيامة، فإنها تجتمع على العبد كذلك في الدنيا حتى تصم آذانه وتعطي بصره عن الحق وعن الجبال. كلنا بنسأل انا مش عارف ايه حالة الخطور اللي انا فيها، ايه حالة الضعف اللي انا فيها دي، نفسي اتحرك بس حاسس ان انا مكبر، نفسي اصلي صلاة جماعة بس مش عارف ايه اللي بيمنعني، نفسي اطير الليل، نفسي انزل القرآن، نفسي اجلس مجالس العلم. اذا كنت في الناس يرى العلم يهمنا عليها فلا يتحكمون الشارع تتبدل هذه الهمة وتصبح كلها موجهة للعلم. مش عارف ايه الحل، مش عارف ايه السبب المعاصي والذنوب التي يوصي بعض الناس بعضهم بعضا بها، والتي تميل النفس اليها ويحتقرها الناس. وكذلك احتقار الذنوب والمعاصي والنظر اليها على انها سهله وبسيطه ومستغفر ومعذور هو السبب في التكذيب الذي عشش في عقولنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان ياتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب الاولى. لا تنتظر حتى ياتيك العذاب ولا تنتظر حتى ترى قيامة حياتك، بل سارع الآن إلى التوبة وهي الاستغفار وهي التخلي عن الذنوب صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لا تكبرها، لابد أن تشرع وتجتهد، وكأنك تسير في طريق ذا شر، لابد أن تشرع وتجتهد. إن مسافة قصيرة يجب أن يطولها على الشيطان. يقول لك لسه يا عم الدنيا العمر ده طويل، انسى شباب، استمتع بالشباب، خلي تتمتع بحياتي ما تضيعهاش دلوقتي، خلي البنت تستمتع بطفولتها وخلي الشاب يستمتع بشبابه. أولا يكبر يبقى كويس مسير يتوب، ما تضيعش على المال الأوافر حبة شيطانية. وما يعلم المسكين أن الموت يأتي غفلة وأن الحب أمر المعروف فيعود أن تكون الخلق، وأن طول العمر وإنما هو دخول الخلق. والحقيقة أن كل ما مر عليك ساعة أمر عليك يوم فأنت تتقدم إلى قبل الخطوة، والخطوة التي نبغتها إلى هذا البيان تستطيع بحال من الأحوال أن تسترجع لا شك عنها الأرض تماشى عليه هو مستقيم. أنت تتعامل في مسيرة الدنيا إلى كل القلب
يتغير العذاب الأولى. هذا الشراب كان الكفار يشترطون على أنبيائهم يريد أمر ملائكة حياة يريدون عذاب الله إن كنتم من الصادقين، يريدون بهذه الثلاث، يريدون بهذه القناطير أين الذي حدث يسوون عاد يشترطون على هؤلاء. يريد آية تفصيل، يريد أن نرى جنة النار، يريد أن نفعل يوم معرجة إلى السماء نعرف فيه فنتأكد ونتوقف أنك جئت من عند الله. نريد أن يكون لك جنة من أعمال. كيف تسير في الأسواق كلها؟ كيف تأكل وتشرب وتتزوج كلها؟ نريد رسول الملك، نريد يشترطون عليه حتى قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم ائتوا القرآن من الإمام أول كده. قل ما يكون لي أن يبدله من تلقاء نفسي. لذا قال الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذا هو القرآن الذي شرع وأمر به الأنبياء والمرسلون أن يبشروا من آمن وهدى وأن ينذروا من كذب وكفر، لا أن يحققوا اختراعاتهم ولا أن يأتوا بالآيات التي يطلبونها. هؤلاء الجهال ظنوا أن الذي يملك أن يفعل أي شيء ولم يملك الخلقين. أمران الأول أن النبي مخلوق لا يستطيع أن يأتي بشيء ولا أن يقول شيء إلا بأمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ما يقول لي أن يبدله من الله نفس إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الأمر الثاني وهذا هو الأهم، أتظن أنك إن رأيت الآية عيانا أنك تؤمن؟ المسكين يقول إن مسألة الإيمان والكفر منه هو أيضا الأهل الأحلام وهدوه مين أعلى إلا كذب؟ أنا بس أخلص المقبولية دي وأعمل الموضوع وأرجع كده خلاص حاول كل هذا. مين قال؟ أتظن أن الإيمان والكفر بيدك أنت وأن التوبة بيد الله؟ إن الله تعالى هو الذي يتوب عليك أولا لتتوب، فإذا تبت وأصبحت في توبتك تقبل منك التوبة، فتوبتك محفوظة بتوبتين. فإن كان منك إصرار أو استهزاء أو سخرية أو ظن بأن الأمر يليك فلم يأتيك الهدى ولم يأتيك التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا لولا أنه تاب عليهم ما تاب، لولا أنه تاب عليهم ما تاب. فلا بد أن يتعلق ربك بالله. هؤلاء الكفار أنهم متى أتت الآية التي طلبوها آمنوا ولم يعلموا أن الأوائل أخرت آيات، فلما محققت كذبوا فحق عليهم العذاب. قول ثمود قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، فإن أخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة قال عن ضرب اليمين. فدعا الله فانشقت الصخرة وخرجت ناقة عشراء، فهل آمن أحد؟ لم يؤمن، بل انتهت أشرار فذبح الناقة فحق عليهم العذاب فدمروا تدميرا. فرعون قال يا موسى ادعو لنا ربك إذا عهد عندك لئن كشفت
يا رب اهدنا الى الحق انهم يدخلون العذاب كما ذكرت. فقريش تقول اللهم ان كان هذا الحق من عندك، المفروض يقول ايه؟ اهدنا اليه. ان كان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او امطر علينا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله تعذبهم وهم يستغفرون. انا نجم من الله تعالى ويهدهم. الاول وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فاذا ذهب النبي بقي الاستغفار، فان تخلينا عن الاستغفار نسال الله السلامه والنجاه. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. اياك وجهنا بالباطل. اذا جاءك الامر من امر الله واذا جاءك الامر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه ظاهره احتاج الى تاويل واجتهاد كل هذا النص اللي فالواجب عليك ان تقول سمعت واطعت. فان كنت هذا تصوير او يبتدئ من نفسك الهمه فاسال الله الهدايه وقول سافعل ان شاء الله، اللهم اهدني واجتهد في طلب الهدايه لا تجاهد. انا هذا الزمان اجداد وضرب الآيات بعض الأطراف والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أهل العلم حتى لا يستقى منهم أرقى، حتى يستقى منهم أرقى. هذا حال الناس اليوم للأسف الشديد، يضربون الآيات بعض الأطراف أو يقول إنتي بداية إذا قلت له كذا حرام ويأتي أهل القرآن كما قلنا من نحوها أراد القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد هذا وحده أمر بالحجاب. قلت لعلك كنت تقرأين في التوراة وفي الإنجيل وما استطعت أن تعرف الفرق بين القرآن وغيره من الكتب. وما يرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. زعموا هم يظنون ان هذه المجادله التي يجادلونها وهذه التبسطه وهذه الفلسفه وهذه الحجج التي ياتون بها تستطيع ان تزيل الحق وتجعل طريق الحق زلقا تركبه وتزيله وتبطله. وما خطر ذلك ابدا ان الله هو الذي جاء بهذا الحق وهو النصر. الاسلام هو الحق، القران هو الحق وهو منصور بك او بغيرك، بك او بغيرك. فكن من السابقين ولا تكن من اللاحقين، كن من المتقدمين ولا تكن من المتاخرين. الاسلام منصور منصور والقران منصور منصور والرسول منصور منصور والسنه منصوره منصوره شاء الناس عليه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد منصورون. لكن من الذي سيكون في المقدمه ومن الذي سيكون في السابق ومن الذي سيكون في المؤخره ومن الذي سيتخلف عنه فيحبط ويمشي دارا ومن الذي ينقطع به السيل فيهلك مع الهالكين. نسال الله السلامه والنجاه.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن اظلم ممن يطيع بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ليس هناك أفضل أو أن من أشد الناس ظلما الذي يذكر بآيات الله فيعرض عنه، هذا كفر الإعراض والاتباع والانتظار، وليس ما قدمت يداه من الذنوب والخطايا والمظالم والعباد. وبالرغم من ذلك يظهره الله وينعم عليه ويهداه ويعطيه المال ويهداه السلطان، يظهره الله ونسي ما قدمت يداه. لما توالت الذنوب وتعاظم عباد الله وزاد وطمت العلوم وجلالهم، كانت النتيجة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. خلاص الأبد على أغلق القلب إغلاقا، جعل عليه غطاء، جعل عليه حجاب ستره أو ستر الحق عنه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وأن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. نعم منذ الأول يقول أن هذا هو الضوء المبين وأنه إلى النار ومسى القرار، لكن هذا والله ذلك ظلما. إنما علم الله من حاله من الأسد أنه لن يقبل الحق ولن ينتهي أو يظلم، وسيظل على عفته وضراره وكفره إلى الممات. فكتب الشقية وأغلق غيره وصم عذره، جاءته آيات النور ما قبلها، إنما كان له أن يستهزئ بالآيات ويستهزئ بآيات النور. استهزأوا بالآيات إما الآيات الحسية أو الآيات القرآنية، وبالنور أي المخوفات والعذاب الأليم الذي ربما ينزل عليه من جراء كفره استهزأوا بذلك. إذا حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البعث والحساب فيأتي أحدهم بعظمة قد ألمت فيفتها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصعد يا محمد أن الله يحيي هذه بعدما صارت ترابا، إنه لا يأتي ليسأل كي يستفيد ويفهم ويتوب، إنما جاء ليجادل الباطل ويكفر ويستهزئ. قال نعم يبعثها الله أو يبعثك الله بعدما تصير ترابا ويدخلك النار. ما ينفعش معاه تقول له 1 زائد 1 يساوي 2 ولا
البعث كيف يكون وكما بدأ تعلمون وأن بداية الخلق أو البعث أهون عليه من بداية الخلق وكل عليه غير كل هذا اشتدت الأرض وبالرغم من ذلك سيقت له جميعا غير هذا الله. فكان هذا الموضع الرد المباشر نعم يبعثك الله ويدخلك النار. الآيات كانت وتحامل لها أرأيتم ما أعشر قريش لو أن خيلا بهذا الواد تريد أن تغير عليكم فأنت تقول يعني أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني رسول الله إليكم أو فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فما كان من أبيات إلا أن يكون لك سيرا يوم كلمات عملنا إما يكون الفايد وإنت بعيد عنه وعملت نبيين وشمال وتعالى بالمدار ويا بني أسد ويا بني عبد المناف ويا بني عبد المطلب وجمعتنا كلنا وأمرنا من الأعلى الحلو قلنا ناكل ونشرب ونعمل ونعمل جايين عشان الكلام الفارغ ده كلام فارغ. الدين أهل حاجة في حياتك أهل حاجة تفضل فيها الدين بصحته كل ما شغال ويروح البيت يصلي 5 صلوات مع بعض. أصلا أنا بشوف النهارده ويجي شهر رمضان يسافر سفرية بعيدة يقول لك المسافر مع الصيام ويجي وقت الزكاة يسلم دعوة ويوديه هنا ويوديه هنا ويوديه هنا عشان ما يطلعش الزكاة ويجي وقت يقول لسه العمر ده قريب أو يقول يعني الوقت تروح حوالي شهر حجارة وتعرض على شهر حجارة وتحدد شهر حجارة ايه ده يا عم الموضوع عندنا ونحن ايه يا عم النهارده حلوة احنا كده ونرضى وايه اللبس اللي انت لابسه ده يعني لازم وهكذا يستهزئ بكل شيء ويرد كل شيء. فهذا من قبيل أبيها لما يتسائل الرجل في هذا الشعب إن أنت تعتبر له تقويلا لأن هؤلاء لا يؤمنون بأفجار ولو أنهم أن هناك يوم حساب وأنهم يقومون بين يدي الله رب الأرباب وأنهم مسؤولون ما فعلوا هذا ولا قالوا هذا. نعم بارك ومن أفضل ممن ذكر بآيات ربه وقل بالك من ذكر يعني مش مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10 ذكر إنه دائم التذكير لا دائم المذكر دائما مذكر ودائما مقابلة ودائما مقابلة انت هذا حرام هذا حلال. ومن أفضل من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أعرض شوف التشبيه سؤال والأعرض هنا تغطي يعني صفحة رقمات كبرا وعيادا ولا تصعد أولاد للناس فهو لا يصعد قبل الرزق يصعد قبل الحق يعرض فأعرض عنها ونسي فأعرض هذا الكلام والنسيان هو الفرق مش النسيان الطبيعي من الإنسان غصب عنه لا ده هو متعامل النسيان لما تقول له يا حاجة تقصد ايه والله فاهم هو فاهم بس تقصد ايه هو عايز يشاهد نسي ما قدمت لله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا
نظر فتح عذاب الرجل للكل، للعاصي وللكافر وللمشرك وللضار وللطاغية، للكبير وللصغير، للذكر وللأنثى، للمسلم ولليهودي وللنصراني وللمجوسي وللعلماني وللملحد وللشيوعي، فتح الباب للجميع. وربنا الغفور ذو الرحمة، وربنا الغفور ذو الرحمة لو يرحمهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. من كمال مغفرته ورحمته أنه لا يعجلنا بالمهلة ولا يعجلنا بالاستئصال ولا بالهلاك، بل يبهر ولا يهمل. فإياك أن تظن أن إمهاله إهمال، وأن عدم عقابه لي أو لك أو لغيرنا غفلة. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين إلى الداع مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يخاف بينهم يرجوهم وأفئدتهم هواء. لا تحسبن الله غافلا وربك الغفور ذو الرحمة. وانظر إلى المجيء باسمه الغفور في هذه الآية بعدما صار أحوال الناس منذ القديم وحال إقرار قريش ومن بعده في التكذيب بالقرآن والآيات الكريمات والآيات، يعني باسمه الغفور وربنا يرحم الغفور. وهذا فقط بشأن مع سلة القلب ماشي. والله الغفور ذو الرحمة، أي وربك الغفور ذو الرحمة، كما قال فلا وربك لا يؤمنون. بيان لمكانة المجتهد وأن هذا نفسه عليهم حسرات وأن يصبر عليهم كما صبر ربهم عليهم، فليس أحد أصبر من سمع الله الله على ذلك. فإن الناس يردونه بأن يدعوا له الله أو يكذبونه بأنه لم يقدر على إعادته، وبالرغم من ذلك يطعمهم ويسقيهم ويرغبهم ويعطيهم الموت ويرفع لهم في الدنيا وفي الأرض ويوسع عليهم، لأنه الغفور والرحمة. والغفور صفة مبالغة، غفور ليقابل على الإنسان الجهور الضرور كثير الظلم مطبق الجهل كان لابد أن يقابله وربك الغفور ولم يكن ربك الغفار وربك الغفار. وقال الرحمة سبحانه وتعالى صاحب الرحمة لأنه جعل الرحمة منها كجزء فأنزل جزءا واحدا يتراءى به الخلق حتى إن الذنب لترفع حافظها عن سبيلها خشية أن يغير هذا الجزء من الرحمة. ورحم العباد بهذه الرحمة الواسعة وآيات الرحمة كثيرة وأخذ القرآن بتعرف وتنظر إلى آيات رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول الرحمة لا يأخذوا بما كسبوا، خلي بالك الآية عشان مش عشانهم هم رب. كل الآيات على نفسك، ضع كده مع نفسك وشوف الآيات ممكن في حق وفي حق مين وفي حق من تعود وفي حق نفسك. وبالرغم من ذلك ربك الغفور الرحيم وأن رحمك من جوانب هذا ورحمتك السيئات ولو أعطاك ما أعطاك على الأرض طرفة عين. فاللهم لك الحمد على كمال رحمتك وكمال رحمتك وعظيم مغفرتك ومسامحتك، فأنت أهل الجنة وأهل المغفرة، أهل الحمد
فرحوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيدا. هناك موعد سيكون وهو قيام الساعة. لا بد أن تقوم الساعة، ولا بد أن يكون حساب، ولا بد أن تكون جنة، ولا بد أن تكون نار، ولا بد أن يكون صراط، ولا بد أن يكون حساب على القليل وعلى الكثير. وتلك القرى أهلكناهم. كل هذه الأمم السابقة، وهذا نذير لنا جميعا. لقد أهلك السابقون وليس بالرحيل أن يهلكنا، لكنه تفضل إلى أنه البر. وتلك القرى أهلكناهم وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهناك موعد مضروب لكل أمة مكتب، ولكل أمة فاضل، ولكل إنسان يسعى. هناك حد لرؤياه لابد أن يصل إليه، فإذا ما وصل إليه فلا يبقى له على ظهر الأرض، بل يؤخذ فيذهب به أو يذهب به إلى الجحيم وإلى العذاب الأليم. قال الله عن قوم فرعون بعد ما صنعوا ما صنعوا: النار يعرضون علينا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لم يبلغ أحد من عذاب الله، ولم يبلغ أحد من الإنسان. فاعتبروا بالوصف، اعتبروا بالوصفتهم من أحوال أهل الأحوال الذين كذبوا وظلموا وتعبدوا وعاملوا حتى جاءهم العذاب. فإياكم أن تصلوا إلى ما وصلوا إليه، وإياكم أن تسووا كما سووا، وإياكم أن تظاهروا أو تستكبروا أو أن تخافوا حتى لا يحدث مثل ما حدث لهم. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. اللهم اللهم آتنا نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من مسلك الكفار ومسلك المكذبين ومسلك الطغاة ومسلك المستهزئين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسألك توبة نصوحا، أسألك توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت خيرا بعبادك فقدمنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أحينا على الكتاب والسنة، أحينا على الكتاب والسنة، وتوفنا على صحيح الملة، وتوفنا على صحيح الملة. وعفى اللهم لنا على أوليائك الصالحين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه